سلام، واش رايكم في ليبيلاسيون بالسكر؟ نزع الشعر من الجسم بطريقة طبيعية اللي هي السكر. هذه غير موجودة في كاع لي سونتر تاع الجزائر. كالعادة مركز اسبو وولاية وهران نجيبو لكم صوالح جدد مفيدة ونادرة وغير موجودة عند الآخرين. نقدم لكم هذه الخدمات الجديدة عندنا كما راكم تشوفوا في الفيديو، وهي نحو الشعر ليبيلاسيون للنساء باستعمال السكر. معناه ما نستعملوش لاسير. واش هي الفايدة؟ اولا ايتها المرأة كي تنحي الشعر من جسمك بطريقه السكر اللي حنايا نوفوها لك في المركز تاعنا، وكاين وحده مختصه صاحبه شهادات هي اللي تنحي لك الجسم بالكل الاماكن اللي تحبيهم انت. اولا الطريقه الطبيعيه، لان لاسير ممكن تخلف لك نواتج سلبيه على جسمك، اما الطريقه تاع السكر هي طبيعيه 100%، فيها غير القارص والسكر والماء، وكل ما هو طبيعي هو مفيد للجسم. ثانيا تقلل لك من الشعر. كنت تولي تداومي وتنحي الشعر من جسمك باستعمال هذه الطريقه تاع السكر الطريقه الطبيعيه مره 2 3، هذاك المكان الشعر ينقص فيه حتى ينعدم باذن الله. معناه هذه الطريقة الطبيعية هي تخلي الشعر ينقص. لماذا؟ لأن فيها القارص الليم، والليم سيت ان انتيبيوتيك طبيعي، نعم مضاد حيوي طبيعي. معناه كي نستعملوا لك الطريقة تاع نزع الشعر بالسكر، والسكر فيه الليم القارص، الليم يقتل القارص، يقتل هذوك المسامات اللي موالف يخرج فيهم الشعر بكثرة. معناه لا كي باغيه تحاربي الشعر اللي في جسمك استعملي الطريقة بالسكر التي غير موجودة في الجزائر بالكل. احنا وهران في اسبو جبناها لك. والحاجة الثالثة المفيدة جدا في هذه الطريقة هو انك مكاش الوجع، ما تنضريش، لانها طريقة طبيعية، ماشي كيما لاسير كي يستعملوا داك البابي وهذوك لي بوندة تاع لي بابي يوجعوك. مكاش الوجع، مكاش الالم، مكاش الاحمرار، لانها طبيعية. دونك هذه الطريقة مفيدة جدا جدا، ولي مليحة تقدري تستعمليها في أي مكان في جسمك، الوجه، الأماكن الحساسة، المناطق الحساسة، الرجلين، اليدين. المهم الطريقة تاع نزع الشعر في السونتر تاع اسبو راهي متوفرة عندنا في ولاية وهران. كلمونا على الرقم تاعنا تاع الجيزي او الواتساب باش تاخدي معنا موعد، ومرحبا بكم عنا. نقدم لكم ما هو مفيد، ما هو نادر، وما هو غير موجود في الاماكن الاخرى في الجزائر. تبقى اسبو دائما هي الاصل، ودائما اسبو تقدم لكم ما هو نادر، ما هو مفيد، والباقي كله تقليد.